أعرف من حضرتك يعني رأيك عن الانتخابات والوضع في البلد بعد الثورة عامة يعني. والله الوضع في البلد بيتغير للأصل يعني الحمد لله، واحنا عندنا مباشرات كتير. أول حاجة عملنا المصلحة السياسي اللي تمت دي حاجة إن شاء الله هي البوابة المصلحة العامة في مصر بإذن الله. ورأي حضرتك إيه بالنسبة للقائمة حزب النور بالنسبة للمحلة؟ احنا الله ان شاء الله نترشح ان احنا ناخد مركز متقدم في القائمة ان شاء الله. حضرتك شايف ان نزول حضرتك ثالث على القائمة كان مضطر ان تكون اول قائمة او كده؟ شفنا الدعاية الانتخابية قايمة على حضرتك فقط لا غير، الاول والثاني ما حدش حتى يعرف الاسم. لا احنا عندنا نمرة واحد افضل مني بكتير، المهندس عبد الوهاب البدري راجل فاضل وما ينفعش كنت اكون الاول عليه. تمام. بالنسبة للدعاية الانتخابية تمت الدعاية الانتخابية على حضرتك فقط لا غير؟ لا احنا كل واحد في القائمة كان بيغطي مساحة من دائرة كبيرة جدا، فكل واحد كان بيغطي. يعني هو القائمة مش من المحل؟ لا الثاني من سمنوت. الثاني من سمنوت، اول من المحل. سمنوت اللي هو اللي بيعمل الباشمهندس عبد الوهاب البدري في طنطا وكذا. تمام.